نجاعة المقاربة الأمنية الاستباقية المغربية أضحت تعطي نتائجها. مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2024 يصنف المغرب ضمن قائمة الدول الأكثر أماناً، حيث صنف معهد الاقتصاد والسلام الأسترالي المملكة المغربية ضمن خانة الدول التي لا تواجه أي تهديدات إرهابية. وكان مؤشر الإرهاب العالمي قد صنف المغرب لسنتي 2022 و 2023 ضمن خانة البلدان ذات التهديد الإرهابي المنخفض جدا، قبل أن يضعه في تصنيفه الجديد ضمن أكثر الدول أمانا على المستوى العالمي إلى جانب دول عربية أخرى. ويرجع الفضل بالدرجة الأولى إلى مصالح المخابرات المغربية التي باتت فاعلا أساسيا محليا ودوليا من حيث التصدي للخلايا الإرهابية والذئاب المنفردة، فضلا عن توفير معطيات ومعلومات استخباراتية دقيقة ساهمت في تحييد الخطر الإرهابي وتفكيك عدة شبكات إجرامية وإرهابية. فدور المخابرات المغربية جعل منها محط إشادة لكبريات الأجهزة الأمنية العالمية. ولعل التصنيف الأخير لمعهد الدراسات الأسترالي خير دليل على نجاعة المقاربة الأمنية في عصر السيد عبد اللطيف خموشي.